يا اهلا بيكم. في اخر 10-15 سنة كان نادر لما نلاقي فيلم كوميدي يعلم معاك ويفضل في ذاكرتك فترة طويلة وتحب ترجعه وتتفرج عليه اكتر من مرة. الفيلم بتاع النهاردة فيلم جوازة توكسيك. يا ترى هو من اي نوعية الافلام؟ هل هو فعلا فيلم كوميدي احب اتفرج عليه اكتر من مرة وارجع له فيلم كوميدي هيعيش معايا كتير، ولا هو كالعادة فيلم زي الافلام اللي نزلت في اخر 10-15 سنة، الفيلم اللي ممكن اتفرج عليه مرة واحدة بس وما اقدرش اتفرج عليه مرة تانية لاني مش هقدر اضحك عليه اكتر من مره؟ ده اللي النهارده هنستعرضه معاكم، فيلم جوازة توكسيك. هنستعرضه بالتفاصيل، الايجابيات والسلبيات، هل هو فيلم كوميدي حلو ولا لا. فيلم جوازة توكسيك اخراج محمود كريم، انتاج يوليو 2024، تأليف لؤي السيد، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد انور، هايدي كرم، ملك اورا، تامر هجرس، جوهرة، مروان يونس، نورين ابو سعدة. الفيلم بيحكي عن فريدة وكريم. كريم بيقابل فريدة في دبي، بيجيبها مصر عشان يعرف على اهله عشان حابب يتجوزها. الفيلم بيعرض قد ايه ان في فروقات طبقية كبيرة ما بين فريدة وكريم. كريم من طبقة محافظة وفريدة الى حد ما من طبقة ومن اسرة متحررة، ومن هنا بتطلع كل المواقف الكوميدية، اسرة متحررة مع اسرة محافظة. الفيلم كله بيدور حوالين ان كريم بيحاول يعرف اسرته بفريدة، وازاي ان اسرة كريم بتحاول تمنع الجوازة ديت لانهم شايفين ان مصلحته انه ما يتجوزهاش. هو ده ملخص القصه بتاعتنا من غير ما ندخل في حرق الاحداث. خلينا نبدا نتكلم على الايجابيات. اول ايجابيه في الفيلم هي الفكره قابله انها تطلع مواقف كوميديه كتير لو استغلت صح واشتغلوا عليها صح. والحقيقه الفكره مش جديده، الفكره اتعملت اكتر من مره في افلام كتير قبل كده. وعلى سبيل المثال فيلم احمد حلمي لف ودوران كان في تقريبا نفس الفكره، هو حابب يتجوز حد والبنت كانت اجنبيه واسرته ما كانتش موافقه عشان اختلاف الثقافه وعشان هيسافر معاها بلدها. الايجابيه الثانيه في نص الفيلم كده في كام مشهد اتعرضت فكره الطاقه والطاقه السلبيه والشقرات، وانا شايف دي ايجابيه، حته الاهتمام بالنفس وعلم النفس وتنظيف النفس وعلاج الحاجات النفسيه والامور دي كلها. مؤخرا بقينا نلاحظ الافكار دي في افلام ومسلسلات كتير، مثلا زي مسلسل دواعي سفر. المسلسل كله كان بيدور حوالين فكره الطفل الداخلي، ودي فكره معروفه في علم النفس وعند علماء النفس. الطفل الداخلي هو مسمى لعلماء النفس على المشاكل النفسيه اللي بتطلع للشخص من الطفوله، حاجات كتير مترسبه من الطفوله فبتطلع وبتظهر بعدين وبنبدا نحلها، فبيسموا ده الطفل الداخلي. فاللي عجبني في الفيلم انه عنده الفكره دي برضو، مش بيتكلم على الطفل الداخلي ولكن بيتكلم على الطاقه وتحسين النفسيه واصلاح الحاجات النفسيه. الفيلم عرض فكره الشقرات والطاقه، وعن نفسي تجربه شخصيه المجال ده انا استفدت منه في حاجات كتير، التنميه الذاتيه وتحسين النفس والطاقه والامور دي كلها. صحيح ان في امور كتير ما نقدرش نجزم انها صح وغلط او حقيقيه او لا، انما هي مفيده على المستوى النفسي وتنميه الذات. عشان ما نخرجش على الموضوع، فدي الايجابيه الثانيه هو الاهتمام بتحسين النفس. انا حبيت اتكلم على الايجابيات الاول وهي دي الايجابيات اللي انا شايفها لحد دلوقتي، وخلينا ندخل بقى في السلبيات لانها الصراحه كتير. فيلم جوازة توكسيك المفروض ان هو فيلم كوميدي، فانا المفروض ابقى داخل وحابب وحاسس ان انا هضحك كتير، او على الاقل اخرج بتجربة مرضية ليا كمشاهد. انا داخل عشان اضحك، ففعلا اضحك واخد تجربة كاملة. الحقيقة اللحظات اللي بتضحك في الفيلم كانت قليلة جدا، والاعتماد اكبر كان على الكوميديا اللفظ، اللي هو بقول كلمة بتضحك مش موقف ولا تركيبة كوميدية كاملة. فمن ناحية الضحك والكوميديا انا الحقيقة مش شايفه انه فيلم كوميدي، لان الضحك فيه مش كتير. النقطة التانية، الاحداث كانت متوقعة جدا، وده خلاني وانا قاعد كمشاهد قاعد مش مستني حاجة. انا مش مستني حاجة تضحك ولا مستني احداث تتغير او مفاجآت تحصل قدامي، والصراحة كنت بعد الوقت عشان اشوف الفيلم هيخلص امتى. في العموم انا لما باجي اتكلم عن سلبيات اي فيلم ما بحبش اتعمق فيها قوي الحقيقة، لانه انا بشوف ان اي عمل بيبقى اصحابه والصانعين فيه اكيد تعبوا وبذلوا مجهود كبير فيه، حتى لو العمل ما كانش مرضي للمشاهدين. ففي كل الاحوال انا بكن الاحترام لاي حد بيشتغل على حاجة وبيطلعها. في العموم انا شايف ان الفيلم كان يصنف على انه فيلم اجتماعي احسن، وكنا نركز اكتر على الاحداث الكتير والغير متوقعه، لان الكوميديا في الفيلم مش مرضيه ومش كفايه. الشغل على الشخصيات في السيناريو والقصه كان ضعيف. من الاركان المهمه في اي فيلم هو عمق الشخصيات وان انا اقدر اتعاطف معاها. في الفيلم ده انا ما قدرتش اتعاطف مع اي شخصيه من شخصيات الفيلم، لان الشخصيات مش معموله حلو، مش مكتوبه كويس. كان مهم عندي قوي اشوف البعد النفسي لكل شخصيه عشان اقدر اتعاطف معاها واتفهم الدوافع بتاعتها. الشخصيات كانت معموله بسطحيه
سطحيه نقدر نقول انها كرتونيه، ملهاش عمق اقدر اوصل له انا كمشاهد. وده خلى التمثيل عادي لان الممثل ما عندوش ادوات كتير يشتغل بيها، مفيش حوار قوي عند الممثل يقدر يدي بيه اداء كويس، ولا مشاهد قويه تقربني انا من المشاهد للممثل اللي بيمثل ويوصل لي الفكره. فكان اغلب التمثيل سطحي وعادي، شخصيات بتتكلم قدام الكاميرا وساعات بتضحك وساعات لا. الفيلم بالنسبه لي كان اقرب لحلقه من مسلسل. الافلام بتختلف جدا عن المسلسلات. الفيلم لازم يكون فيه جرعه مكثفه وعرض اكتر بالشاشه وبالمواقف، مش بالكلام الكتير والحوارات اللي ماليه السيناريو. انا حسيت ان انا قاعد اتفرج قدام مسلسل، كنت محتاج اشوف مواقف مكثفه في فيلم وغير متوقعه ومتتاليه، واحداث كتير بتاخدني انا كمشاهد في قصه الفيلم. حاجة تانية، الفيلم عرض لي الطبقة الثرية بشكل نمطي جدا، الناس المرفهة اللي ما بتحسش بغيرها، اللي هدفها كله بس انها تستمتع بالحياة وخلاص، ما عندهمش اي عمق في شخصية، ما عندهمش اهداف او احلام او حاجة كبيرة حابين يعملوها. ودي فكرة نمطية غلط تماما عن الاثرياء. في ظن الاثرياء ما بقوش اثرياء الا لانهم كانوا بيشتغلوا جامد وعرفوا يشتغلوا ويعملوا فلوس، ده الطبيعي. ولو الاثرياء بالتفاهة اللي عرضها الفيلم غالبا كانوا هيفقدوا كل فلوسهم اللي هم كسبوها. ده مش معناه ان كل الاثرياء كده، ولكن الفيلم عرض لي ان الاثرياء اللي في الفيلم ناس تافهين وسطحيين وما عندهمش اهداف لها قيمه في الحياه، وده خلاني كمشاهد مش عارف اتعاطف مع الشخصيات او افهم الدوافع بتاعتها. انا شايف ناس عايزه ترقص وخلاص على كده. فكره نمطيه دايما بنقع فيها في الافلام، وهي ان الطبقه الغنيه غالبا بيبقوا متاثرين بالثقافه الغربيه وبالغرب عامه، وده ربما يكون حقيقي، ولكن الافلام بتعرضهم لنا سطحيين. احنا لما بنشوف الاجانب او افلام الاجانب او الافلام الاوروبيه ما بنشوفهمش سطحيين كده، احنا بنشوفهم ناس عميقه جدا وعندهم فكر وعندهم فلسفه في الحياه. لما بنيجي نعرض الغربيين في افلامنا او الناس المتاثره بالغربيين لازم بس يكونوا بيشربوا خمور، بيحبوا يرقصوا، بيروحوا على البلاش كتير وخلاص على كده. فلما بنعرض الغرب او بنعرض الطبقه الثريه في مصر بنعرض السلبيات اللي احنا شايفينها فيهم، والفيلم ركز على ده بس، عرض لنا الطبقه الثريه وسلبياتها وسلبيات الافكار الغربيه. والمضحك في الفيلم انهم كانوا بيستغلوا ده برضه عشان يروجوا للصوره بتاعت الفيلم. يعني في فيلم بعض المشاهد او في مشاهد كتير جدا كانوا بينتقدوا الطبقه الثريه او الطبقه اللي معاها فلوس والغربيين ان هم لبسهم قصير وبنات حلوين والامور دي كلها، في حين انه في السيناريو في القصه بيعترض او بيعرض دوت على انه حاجه سلبيه، هو بيستغلها في صنع صوره عشان يجمع مشاهدين اكتر. فكانت المشاهد كتير قوي فيها بنات كتير وبنات حلوه وبنات على البلاش، وده مقصود عشان يعملوا فلوس، لكنه في القصه بينتقده الا انه بيعرضه لي بشكل مكثف عشان الفيلم يجيب فلوس. فهنا الصراحه بالنسبه لي ما كانش فيه مصداقيه. انت منين القصه بتاعتك والفيلم بينتقده الشيء دوت وبتعرضه لي بشكل مكثف عشان تجمع فلوس؟ الخلاصة ان الفيلم ده من نوعية الافلام الخفيفة اللي ممكن تشوفها مرة واحدة، نوعية الافلام اللي ممكن تشوفها وتشغلها في البيت يوم الاجازة وانتوا قاعدين بتدردشوا في البيت كلكم مثلا في العيلة، قاعدين مشغلين حاجة كل شوية بنشوف مشهد او بنشوف حاجة مش لازم اكون مركز معاه ولكن حاجة خفيفة. اوقات ساعات بتحب تشوف فيلم مش عميق قوي، فيلم ما يسحلكش وياخدك في عمق القصة والامور دي كلها او تتأثر جامد، انت عايز حاجة خفيفة كده تعدي الوقت. الفيلم ده من النوعية دي، والحقيقة له جمهور كبير، في ناس كتير بتحب الافلام الخفيفة، فيلم ما بيقوليش قضيه، ما بيقوليش رساله، فيلم بس اعدي بيه الوقت، فيلم يدخلني في اجواء معينه كده بعيده عن حياتي، فيلم ياخدني في الاماكن الساحليه وفي شكله حلو وفي وسط البنات الجميله وخلاص على كده. في النهايه بقول كل احترامي لصناع الفيلم ولصناع اي فيلم بيطلع، لانه في النهايه في ناس تعبت وطلعت العمل دوت وفي ناس صرفت فلوس، ولكن دايما المشاهد له حق علينا ان احنا نطلع له منتج جيد. دي مراجعه النهارده، ما تنساش تحط لي تعليق برايك في الفيلم لو شفته، وتحط لي تعليق بالفيلم اللي انت حابب ان احنا نراجعه. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتشترك في صفحاتي على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك. سلام يا ابطال، واشوفكم في مراجعه جديده.